الطعام الوحيد المحرم على امبراطور اليابان تناوله. اخطر سمكة في العالم. السمكة اللي لو تناولها اي شخص بالغ تموته حالا. اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا اخطر سمكة في العالم. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قصص غريبة حول العالم. في فيديو النهاردة جايب لكم قصة سمكة غريبة بتعتبر هي الاخطر في العالم. سمكة عجيبة فريدة من نوعها، هي سمكة البافر فيش، واللي فيه اكتر من 350 فصيلة من النوع ده منتشرة حول العالم، وبتتواجد بكثرة في البحر الاحمر وفي الوطن العربي. الناس بتوصف سمكة البافر فيش بانها الاكثر فتكا، وده لاحتوائها على سم تيترودوتوسكي اللي بيعتبر اشد خطورة من سم السيانايد 1200 مرة، ولحد الان لم يتم اكتشاف اي علاج او ترياق لهذا السم. والسم الموجود في سمكة البالون يكفي ان هو يقتل 30 شخص فورا. اما بقى وخزة الدبوس من سمكة البافر فيش تكفي ان هي تقتل شخص فورا، وتناول السمكة دي بيؤدي الى الوفاة في الحال. رغم كل ده الا ان سمكة البافر فيش بتحظى بشعبية كبيرة جدا في دول معينة في شرق اسيا، من اهمها دولة اليابان، واللي فيها اكتر من 35 نوع من سمكة البافر فيش، واللي بيلقبوها هناك بسمكة الفوجو. والسمكة دي شعبيتها مش بس في اليابان ولكن في دول اسيويه ثانيه زي كوريا الجنوبيه ودول اخرى زي الولايات المتحده الامريكيه. وطبق الفوجو بيعتبر من الاكلات الاكثر شعبيه في دوله اليابان، وبيقدموا اكثر من 3500 مطعم حول اليابان. السمكه اللذيذه والمميته دي كانت هي السبب في مقتل مئات من اليابانيين، خصوصا في سنه 1958 تناول السمكه دي ادى الى مقتل 170 شخص ياباني. والسم اللي موجود في سمكه الفوجو بيتواجد في اماكن معينه من جسمها زي الكبد والهيكل العظمي والعينين. وطبخ السمكه دي وطهيها بتتطلب مهاره فائقه ومهارات خاصه جدا من الطاهي. علشان كده في اليابان غير مسموح لاي حد بطهيها، ولازم الطاهي اللي يعمل سمكه الفوجو يكون حاصل على رخصه معتمده بيدرس خلالها لمده 5 سنين عشان يقدر يقدم طبق الفوجو. وبعد انتهاء مده التدريب بيخضع المتدرب لاختبار من نوع خاص جدا ان هو لازم يتناول السمكه دي بعد ما يطبخها بنفسه. واثناء عمليه صيد سمكه البافر فيش لازم طبعا الصيادين بيكون عندهم نوع خاص من الحذر، خصوصا اثناء حملها ووضعها، لان لازم توصل للمطاعم وهي لسه حيه. واحيانا بيحتاج الصياد ان هو يخلع سنان سمكه البافر فيش، لان السمك لما بيتحط جنب بعضه بيبدا ان هو يحارب ويتقاتل مع بعض. عند عمليه تنظيف السمكه ما بيتمش ابدا القاء المهملات في اي مكان، ولكن لازم بيتم التخلص من الجلد والاحشاء بتاعه السمكه دي في حاويات مخصوصه ليها، وبتكون مغلقه الاحكام، وبعد كده بيتم حرقها. والجماعه اليابانيين بقى ساعات بيتناولوا السمكه دي وهي شرائح نيه جدا، ولسه ياما هنشوف من اليابانيين دول. الغريب في الامر بقى ان سمكه الفوجو بيعتبر هي الاغلى سعرا، وسعر الوجبه بيوصل احيانا في بعض المطاعم في اليابان ل 200 دولار امريكي. تخيل انت كده تبقى داخل مطعم وتطلب اكله انت مش عارف اذا كنت هتعيش ولا تموت بعدها، وتدفع فيها 200 دولار. وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ان السمكه دي محظور على امبراطور اليابان تناولها، وهو الشخص الوحيد في العالم اللي ما يقدرش ياكلها، وده لان فيها تهديد مباشر على حياته. اتمنى تكون قصه النهارده عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات ايه اغرب اكله اكلتوها. السلام عليكم، واشوفكم في قصص وحكايات غريبه من حول العالم.